محمود رئيس نادي الاسماعيلي. طبعا اسمه بيتكلم عنه قبل ما نشوفه وقبل ما نتكلم معاه، وانجازاته مع النادي الاسماعيلي. طبعا في كبوه دلوقتي النادي الاسماعيلي، بس هو طبعا مش هيرضى بدوت، يعني هيحاول في الفتره الجايه ان هو يعني يعدي المرحله ديت مع اللعيبه بتاعته والجهاز الفني. هو النهارده موجود معانا النهارده طبعا، برغم يعني طبعا في ناس كتير لما بيحصل لها كبوات يقول لك لا يا عم انا مش هاجي دلوقتي، انا هتقطع في الكلام والكلام دوت وايه وما يجيش. لا الراجل طبعا رحب، وكان من اكتر الناس اللي انا كلمتها عشان تيجي ندوه مجله الشباب اللي احنا عارفينها كلنا، وقال انا موافق ان انا اجي واقعد مع الناس ونتكلم بصدر رحب، واهلا وسهلا باي تساؤل حتى لو كان تقيل شويه يا محمد. اي حاجه ربنا يخليك يا رب. انا ما عملتش حاجه غلط. كلمه لحضرتك. اتفضل. هو انا سعيد جدا بوجودي في وسطكم، وكنت متخيل في الجامعه بسيط، لكن ما شاء الله الدكتور ومجهزين ورقه وقلم، يعني ناويين كله جاهز. كله جاهز لحضرتك. وانا بطبيعتي لا بلف ولا بدور، هجاوبكم بكل صراحه على اي اسئله انتوا عايزينها في اي مجال في اي اتجاه. وبقول لكم ان عنده حاجه يقولها، مفيش كسوف. انا قاعد في وسط ناس محترمه، فاكيد ندوه محترمه زينا كلنا مع بعض. واتفضلوا وانا تحت امركم في اي حاجه. لا سؤال. يلا يا محمد انت.